محمود كان عنده مشاكل في شغله خلته يسيبه، واضطر إنه يدور على شغل تاني في شركة تانية. وكان حريص على إنه يشتري كل يوم الجريدة اليومية ويشوف الشركات اللي طالبة عمال ويتصل بالشركات. وفي مرة بيتصل بشركة، لا اللي بترد عليه واحدة بس صوتها حلو قوي، وقالت له النمرة غلط. محمود استغرب وراح طلبها تاني لما عجبه صوتها، وبرضه قالت له النمرة غلط. وبدأ ياخد ويدي معاها في الكلام، وعرفها إن سنه 30 سنة وإنه بيدور على شغل في شركة من الشركات. البنت دي بنت ناس كبار قوي عندهم شركة عطور، وعرضت عليه إنه يقدم أوراقه للشركة بتاعتهم وإنه هيتقبل. وفعلا راح محمود تاني يوم قدم أوراقه للشركة، وتفاجئ إن هو توافق عليه واشتغل وتعين في الشركة. اتصل بيها محمود وشكرها، وعرف إن اسمها ليلى وإن أبوها هو صاحب الشركة. وليلى قدام كلامه الساحر وأسلوبه جميل قالت له إن هي جاية الشركة بكرة وهتشوفه هناك. ولما طلع النهار، محمود كان بيجري عايز يطلع على الشركة بسرعة عشان يشوف ليلى، وتفاجئ بجمالها اللي ما كانش ممكن يتخيله أبدا. ما قدرش يمنع نفسه إنه يحبها، بس يقول لها إزاي؟ دي بنت صاحب الشركة. بس ليلى ادته فرصة، لأن أسلوبها معاها كان حنين جدا، خلته بدأ يعرض عليها حبه، وليلى صرحته كمان إن هي بتحبه. وهنا قال لها طب بنتجوز. قالت له إزاي؟ ده أنا أهلي عمرهم ما هيجوزوني لموظف عندهم، لازم يكونوا جوزي واحد من الأثرياء اللي زيهم. قال لها تعالي نتجوز في السر وهم مش يعرفوا. ليلى وافقت، وفعلا اتجوزوا، وقعدوا مدة بالمنظر ده محدش حاسس بيهم إن هما متجوزين. بس مفيش حاجة بتستخبى على طول، أهلها عرفوا وهو اضطر ياخدها، وهربوا بعيد عنهم وراحوا بمكان ما قدروش يوصلوا ليهم. بس أهلها إيدهم طايلة وقدروا يعرفوا مكانهم، وبعتوا لهم وقالوا إن إحنا خلاص صدقنا إن أنتوا بتحبوا بعض ومحدش ممكن يفرقكم عن بعض. وأبو ليلى قال له إن إحنا هنزوركم النهاردة ببيتكم. ليلى ما كانتش مصدقة إن أهلها يرضوا عليها وهيوافقوا على الجوازة بالسرعة دي. واللي توقعته حصل. نزل أهل ليلى من العربية، وأتاري معاهم ناس دخلوا عليهم وكتفوهم، وعملوا اللي ما كانش ممكن تتخيله. قطعوا ودان محمود ومناخيره عشان يشوهوه ويبقاش جميل في نظرها، وأخدوها ضلقوها منه. وتم القبض على أهل ليلى اللي اعترفوا بجريمتهم. وبسبب تهور ليلى خسرت حبيبها، وكمان خسرت أهلها. لو كنت وصلت لغاية هنا، عليكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. أشوفكم في الفيديو القادم وقضية تانية. سلام عليكم.